أنا اسمي عزيز كالو، ممثل المؤسسة اليزيدية الدولية للمناهضة الإبادة الجماعية في جنيف. بات واضحا لا يخفى على أحد ما تشهده سوريا وما يعانيه الشعب السوري بكل قومياته وأقلياته هي مأساة من مآسي الإنسانية في العالم. فما زال بعد 13 سنة يتعرض الشعب السوري للدمار والقتل والتهجير، تارة من النظام وتارة أخرى من الفصائل الراديكالية والميليشيات المسلحة ذات الفكر الديني الإسلامي المتطرف المدعومة من تركيا. والشعب الكردي معاناته مضاعفة بالإضافة لكل ما ذكرته من معاناة في إنكار حقوقهم القومية المشروعة ومنعه من حق تقرير مصيره وفقا للمواثيق والأعراف الدولية المناطق الكردية في الشمال السوري على امتداد الحدود السورية التركية يتعرض للتغيير الديموغرافي ولا سيما الواقع تحت احتلال التركي، بدل من عفرين وتل أبيض جريسبي ورأس العين سريكانية. وهناك مثال صغير أذكره لكم هنا، فنسبة الكرد في مدينة عفرين قبل احتلال التركي ومرتزقته من الفصائل المسلحة الإسلامية كانت نسبة الكرد فيها 98%، بينما الآن نسبة الكرد لا يتجاوز 35%، ناهيك عن الجرائم التي ترتكب بشكل يومي وآخرها جريمة القتل بحق الطفل أحمد خالد مدة وعمره 16 عاما ورميه في بئر الماء من قبل فصائل الحمزات المجرم، بالإضافة إلى جرائم واغتصاب بحق النساء، ناهيك عن قطع ملايين الأشجار الزيتون الخضراء والتي هي مصدر الرزق الأساسي للشعب الكردي في عفرين. كما وأفرغت كل القرى اليزيديين ومصادره وأموالهم وممتلكاتهم بحجة أنهم غير مسلمين، وفي تل أبيض نهبت كل ممتلكاتهم الكرد، علما كان الكرد هم العصب الاقتصادي الرئيسي في المدينة. وباختصار الشديد سوريا تعاني فقدان الأمن والاستقرار وعدم توفير فرص العمل والخدمات الصحية وقطع الكهرباء وتوقف محطات المياه، نقص الكادر الطبي ونقص توفير الأدوية وتدني مستوى الخدمات في المشافي. وكل هذه صعوبات أجبرت المواطنين إلى النزوح والتهجير القسري إلى الدول الجوار وكل دول العالم. وشكرا لإصغائكم.